السلام عليكم يا شباب. النهارده الدرس بتاعنا سهل وبسيط جدا، هو بيتكلم بعنوان المشكلات السياسية. طيب المشكلات السياسية دي بيبقى مين سببها؟ دايما في قوانين الحياة بيقول لك البقاء للأقوى، دايما يقول لك القوي بيجي على الضعيف، الغني يجي على الغلبان. دول العالم بتتعامل المعامله ديت. انا عندي نوعين من دول العالم، دايما يقول لك دول متقدمه ودول ناميه. لا، في الجغرافيا السياسيه انا بقول عليها دول قويه ودول ضعيفه، دول قويه ودول ضعيفه. يعني معنى كده لما اجي اقول مشكلات سياسيه يبقى اكيد الدول المتقدمه القويه هي السبب انها تعمل هذه المشكلات في الدول الايه؟ الضعيفه. طب المشكلات السياسيه اللي احنا عايشينها دلوقتي زي مشاكل ايه؟ زي مشكله فلسطين السبب فيها اسرائيل وامريكا، زي مشاكل سوريا السبب فيها اسرائيل وامريكا. معنى كده ان اسرائيل وامريكا كدول استعماريه انت السبب في حدوث المشاكل اللي بتحصل في فلسطين وايه؟ وسوريا. يعني معنى كده المشكلات السياسيه لما بتحصل جوه الدوله بيبقى مين سببها؟ تقوم قايل لي كده سببها الدول الاستعماريه. سببها ايه يا جماعه؟ الدول الاستعماريه. في 2025 ما هي الدول الاستعماريه؟ امثال اسرائيل، امثال امريكا بتتدخل في شؤون الدول، هي السبب في مشاكل فلسطين، هي السبب في الحروب اللي موجوده في سوريا واليمن ولبنان. طب قديما بقى ايه الدول الاستعماريه اللي عملت مشاكل في الدول الفقيره؟ عندك دولتين، دولة زي دولة المملكة المتحدة اللي أنا بقول عليها إنجلترا، وعندك كمان دولة زي دولة أسبانيا، وعندك كمان دولة زي دولة إيه؟ فرنسا. جميل. يبقى البقاء للأقوى، الغني بيجي على الفقير، القوي بيجي على الضعيف. إذا بقسم دول العالم إلى كم صنف؟ نوعين، دول قوية ودول ضعيفة. الدول القوية يتقال عليها دول استعمارية. أنت السبب في حدوث مشاكل سياسية في الدول الفقيرة، أنت اللي احتلتيها، أنت اللي تسببت في وجود حروب. يبقى أنا عندي الدول الاستعمارية هي السبب في حدوث المشاكل السياسية اللي بتحصل في الدول الضعيفة. أمثال دولة إنجلترا وأسبانيا ودولة فرنسا. طب هي يعني إيه كلمة مشكلة سياسية؟ مشكلة هتقول لي احتلال، زي احتلال إسرائيل لفلسطين، تهديد، ما انتش مستقر، ما انتش عارف تعيش في بلدك، ما انتش عارف تعيش في بيتك، هتسيب أرضك وبلدك وتهاجر لدولة تانية. كل ده اسمه مشكلة ايه؟ سياسية. يبقى أنا عايز أعلمك حاجة في الاختيار. لو قال لك ما معنى المشكلات السياسية؟ المشكلة يتقال عليها تهديد للدولة. ما جاتش يبقى اسمها عدم استقرار داخل الدولة. يعني عايش حالة من حالات الخوف، أنا مهدد جوه بلدي، وليكن أهل فلسطين مهددين جوه بلادهم، متعرضين لحرب ومجاعة، منهم اللي بيخرج بره البلد كلاجئ. كل ده بسبب الدول الايه؟ الاستعمارية. يبقى المشكلة السياسية أي تهديد للدولة يتسبب في عدم استقرار داخل الدولة. التهديد ده قد يكون داخلي زي إسرائيل مع أهل فلسطين، يبقى كده اسمها داخلي. وقد يكون خارجي زي احتلال انجلترا لمصر، دولة من بره جاية تحتلني، يبقى التهديد قد يكون ايه؟ داخلي او خارجي. اي تهديد، اي احتلال، اي وضع غير مستقر، عايش في بلد مهدد فيها، يبقى ده اسمه تهديد ايه؟ سياسي. يبقى دي اسمها المشكلات اللي يا جماعه. المشكلات السياسيه اي تهديد، مفيش استقرار، عايش في البلد خايف، عايز امشي من البلد ديت، انا معرض لمجاعه، معرض لحرب. كل هذه الالفاظ يبقى اسمها مشكله ايه؟ ما تحصلش غير في الدول الضعيفه، الدول العربية، فلسطين وسوريا ولبنان. عمرنا ما سمعنا ان في مشكلة حصلت في انجلترا، عمرنا ما سمعنا ان شعب فرنسا تعرض للفقر والمجاعة، ما سمعتش ان امريكا في يوم من الايام تعرضت للفقر والمجاعة. اللي بيحصل له فقر ومجاعة وتهديد ما بتحصلش غير في الدول الايه؟ النامية الضعيفة، النامية الايه؟ طيب انا قصتي النهارده في كم مشكلة سياسية حصلت؟ 3 مشكلات تسبب فيها 3 دول استعمارية. طب ما تيجي بقى نعملها على الخريطة كده بطريقة أشياء. كم مشكلة سياسية؟ هم 3 مشكلات سياسية. مين السبب فيهم؟
دول استعماريه. جميل. طيب المشكلات دي بقى بيتقال عليها مشكلات ايه؟ سياسيه على حدود الدول، فبيتقال عليها مشكله سياسيه حدوديه. مشكله سياسيه ايه؟ طيب تعالى بقى كده معايا. اول مشكله هتكلم عنها اسمها مشكله كشمير. مشكله ايه؟ كشمير. هي فين كشمير؟ وايه اللي حصل فيها؟ تعالى معايا كده شوف الحكايه. لو انا بصيت كده معايا في الخريطه ديت، ادي خريطه دوله الهند، هكتب هنا دوله الهند، وهنا دوله جنبيها على طول اسمها دوله باكستان، وعلى الطرف منهم هما الاثنين في عندنا كده قطعه ارض صغيره بيتقال عليها كشمير. يتقال عليها ايه؟ كشمير. الهند وباكستان. انت كده بتتكلم في قاره ايه؟ انا كده بتكلم في قاره اسيا. طب وكشمير اللي انت بتتكلم عليها ديت فين في اسيا بالظبط؟ تحت خالص، يبقى يتقال عليها كده تقع في جنوب ايه؟ اسيا. طب كشمير اللي انت بتشاور عليها دي تقع بين كام دوله؟ بين دوله ودوله، وعندك هنا كمان دوله اسمها الصين، بس ماليش دعوه بيها في المشكله النهارده. وعندي دوله زي دوله افغانستان. اذا كشمير دي محاطه بكام دوله؟ الصين، الهند، وباكستان. يبقى كشمير تقع في قاره اسيا. انا بسال عن موقعها الجغرافي، رحلتها عادي. وتقع في جنوب اسيا، ومحاطه بكام دوله؟ باربع دول. مين هم الدول؟ الصين والهند وباكستان وافغانستان. دي كشمير. طب وكشمير ديت لو انا رحت زرتها دلوقتي جو حر فيها؟ لا، ده منطقه جبليه والجبال عليها غابات والجو هناك ممتع. ده لدرجه ان الاحتلال الانجليزي لما كان محتل دوله يجوا في الصيف يقول لك احنا نقضي الاجازه بتاعتنا فينا حته؟ كشمير. يبقى كشمير يتقال عليها بلد ايه؟ سياحيه. انت ليه سياحيه؟ لان انا تبع ضمن جبال تسمى جبال الهيمالايا. جبال ايه؟ الهيمالايا. بتميز باعتدال الايه؟ المناخ. فكان الجنود الانجليز لما يحبوا يقضوا الاجازه بتاعتهم بياتوا الى منطقه ايه؟ كشمير. يبقى اسمها كده لقضاء الاجازه. ليه بقى؟ عشان الهند بيمر عليها خط يسمى خط الصيف حر. فالانجليز لما بياخدوا الاجازه الصيفيه يقول لك احنا هنقضي اجازتنا فين حته؟ غابات معتدله، جبال، الارتفاع بيؤدي الى انخفاض درجه الايه؟ كلما ارتفعنا 150 متر تقل درجه الايه؟ يبقى تتميز كشمير بانها منطقه سياحيه داخل جبال تتميز باعتدال. الجنود الانجليز وقت الاجازه الصيفيه كانوا بيقضوا اجازتهم فين حته؟ يعني معنى كده المنطقه دي كانت محتلها انجلترا. يعني معنى كده انجلترا كانت محتله ايه؟ الهند. طب انا كده حكيت حكايه كشمير. ده كده اسمه السي في بتاع كشمير. تقع في اسيا جنوب، محاطه باربع، وهي منطقه تقع جبال تتميز باعتدال، وعندها مناظر خلابه جميله زي الغابات. فكان الانجليز وقت الاجازه الصيفيه بيقضوا اجازتهم فين حته؟ في كشمير. دي حكايه منطقه ايه يا جماعه؟ واصل الحكايه انا قلت لك ما تحصلش مشكله الا بسبب الدول الايه؟ ناس عايشه في امان الله، ما يجيش غير عليهم غير القوي، ما يجيش عليهم غير دوله استعماريه. هي دوله مين؟ انجلترا. ايه اللي حصل؟ بص يا جميل، انا عايز اعلمك كده ان الهند بتتبع ديانه اسمها الديانه الهندوسيه. ديانه الايه؟ الهندوسيه. عباد البقر، يعبدوا بقر. وباكستان هي دوله اسلاميه. جميل قوي. فكان في صراع دايما ما بين الهند وباكستان على منطقه في النص اسمها كشمير. الهند تقول دي تبعي، تبع ارض بلدي، وباكستان تقول دي تبعي. خلي بالك ان كشمير بتقع على حدود كام دوله؟ وباكستان. يبقى الهند وباكستان اتخانقوا مع بعض على منطقه كشمير. بس ده كشمير يا مستر على اطراف مين؟ وعلى اطراف ايه؟ ولذلك انا بقول عليها مشكله ايه؟ حدوديه. مشكله ايه يا جماعه؟ يبقى على الحدود من دوله وعلى الحدود من دوله تقع منطقه اسمها منطقه كشمير. ده يقول دي ارضي وده يقول دي ايه؟ يبقى هنا الهند عايزه تاخد كشمير وباكستان عايزه تاخد جميل. راحت مين اللي داخله؟ بص بقى كده. اول حاجه انجلترا عملت ايه؟
جت سنة 1907 قالت لك بص أنا هرسم حدود تفصل بين الهند وإيه؟ جميل قوي. يبقى هنا سنة 7 قامت إنجلترا بتقسيم شبه القارة الهندية. قسمتها إلى إيه بقى؟ قال لك قسمتها إلى الهند اللي تبع الديانة وباكستان اللي تبع الديانة. يبقى تقسيم شبه القارة الهندية إلى إيه؟ إلى الهند تبع الديانة، وعملت فاصل وحدود بينها وبين باكستان. يبقى باكستان تبع الدولة الإيه؟ الإسلامية. بسأل إنجلترا أنت كده فصلت الهند عن مين؟ بحدود سياسية، تمام، بس ناقص منطقة إيه؟ كشمير للأسف لا دخلت تبع الهند ولا تبع. حلو، يعني كده أنا بدأت بالسبب. السبب في رسم الحدود مين؟ قسمت ورسمت حدود بين الهند الهند تبع الديانة وباكستان تبع الديانة. بص بقى كده، وكشمير ظلت مستقلة، يعني يعني لا تبع مين؟ الهند ولا تبع باكستان. طب ما لغايه كده عادي مش مشكله، كده الهند ما خدتش كشمير ولا باكستان خدت. طب العمليه حلوه اهي، صح؟ يبقى تاني كده مع بعض، انا كل ده ما بداتش غير بحاجه واحده، ان انجلترا رسمت حدود تفصل بين مين ومين؟ الهند وباكستان بيتخانقوا على منطقه على الحدود اسمها منطقه باكستان تقول لك حلوه خدها عشان منطقه سياحيه، والهند تقول لك خدها ده جميل عشان منطقه سياحيه. طب هتحصل خناقه. راحت جايه انجلترا سنه 47 عملت فاصل، رسمت حدود فصلت بين الهند وايه؟ جميل. بس هنا كشمير لم تنضم للهند ولا تبع، يبقى كده اصبحت كشمير مالها مستقله. فيها مشكله؟ طيب بس في حاجه هتحصل بقى يا عسل. كشمير المستقله ديت الحاكم بتاعها اللي بيحكمها هندوسي. تخيل كده الرئيس بتاعك هندوسي من عبدة البقر، لكن الأغلبية اللي عايشين أصلا في كشمير مسلمين. ينفع؟ كله مسلم والحاكم بتاعي من عبدة البقر هندوسي. هل المسلمين هيرضوا؟ المسلمين قال لك لا يا باشا، ده احنا كلنا مسلمين، 90% من كشمير مسلمين والحاكم حاكم ايه؟ هندوسي. المسلمين قالوا لك لا، ما نقبلش ان واحد هندوسي من عباد البقر يحكمنا، ده احنا مسلمين، احنا نعمل ثوره ونطلع على الحاكم الهندوسي، ارحل ارحل ارحل، احنا عايزين حاكم مسلم زينا. فيها مشكله؟ تمام، يعني معنى كده راحت قايمه ثورة المسلمين ديت على حاكم ايه يا جماعه؟ كشمير. الحاكم الكشمير دوت هو حاكم ايه يا جماعه؟ الثوره دي قامت سنه كام؟ 1908. بس الثوره ما كانتش سلميه، ما مشوش في الشارع وقالوا ارحل ارحل عيش حريه عداله اجتماعيه والهجص ده، لا، ده كانت ثوره مسلحه. ثوره ايه؟ يبقى هجم المسلمون على الحكام الهندوس. يبقى الثوره دي سنه كام؟ 48. واستمر القتال لمده عام لغايه سنه كام؟ 1979. جميل قوي. انا بقول عليها ثوره مسلحه لان المسلمين لم يقبلوا حكم الهندوس ولم يكونوا تبع إدارة مين؟ الهند، ومش عايزين يبقى تبع الحاكم الإيه؟ الهندوسي. القتال استمر لمدة إيه يا جماعة؟ سنة. في حاجة بقى. طب المسلمين اللي في كشمير 90% منهم مسلمين، والحاكم حاكم إيه؟ هندوسي. هتتحول الثورة إلى حرب، تتحول الثورة إلى أهو، يبقى الثورة اتقلبت إلى إيه؟ حرب كشمير. ما بين مين ومين؟ اهو حرب كشمير بين المسلمين وبين الحاكم الهندوسي. المسلمين راحوا جايبين جيش من باكستان، لان باكستان دوله ايه؟ والحاكم الهندوسي راح جايب جيش من دوله الايه؟ الصلاه على النبي. يعني معنى كده تحولت الثوره الى ايه؟ المسلمون استعانوا بجيش باكستان، راح متحرك جيش باكستان عشان ينصر المسلمين فين؟ في كشمير.
طب والهندوس؟ قال لك الحاكم الهندوسي استعان بجيش مين؟ فتحرك الجيش الهندي الى منطقة ايه؟ يبقى معنى كده حدث تقابل بين الجيشين، بين مين ومين؟ في أي منطقة؟ يبقى منطقة الصراع هي كشمير. قامت حرب بين مين؟ استعانوا بجيش مين؟ والهندوس استعانوا بجيش مين؟ تقابل الجيشان، مين ومين؟ القتال فضل لغاية كام سنة؟ سنة واحدة، سنة كام؟ يبقى بقى في حرب بين الهند وإيه؟ وباكستان في منطقة كشمير. مين السبب فيها من الأصل؟ مين السبب في أي مشكلة في الأصل؟ دول إيه؟ مستعمرة. يبقى كشمير كانت عايشة في أمان الله، الأغلبية أغلبية إيه؟ مسلمة، الحاكم بتاعها حاكم إيه؟ كشمير عمرها ما انضمت لمين؟ للهند ولا انضمت لمين؟ بس أصل الحكاية إن المسلمين اللي عايشين في كشمير مش عايزين اللي يحكمهم حاكم، قال لك نعمل ثورة عليه، الثورة اتقلبت إلى إيه؟ المسلمين راحوا جايبين جيش من هنا حتة، راح الحاكم الهندوسي جايب جيش من هنا حتة من الهند، تقابل الجيشان قتلوا في بعض في كشمير لمدة ايه؟ لغاية سنة كام؟ 1949. محدش هيوقف القتال ده؟ محدش هيوقفه؟ العركة دي ملهاش كبير؟ مفيش فتوة يوقف الحرب بين الهند وباكستان جوه أرض كشمير؟ قال لك لا، في هيئة عندنا اسمها هيئة الأمم ومجلس الأمن اللي مسؤول إن يوقف الحرب في أي دولة فين؟ في العالم. جميل. سنة 49 الأمم المتحدة جت وأصدرت قرار بوقف إطلاق النار، يعني وقف الحرب، وقف الإيه؟ يبقى إذا في هيئة دولية مسؤولة عن وقف الحروب في العالم، مسؤولة عن وقف الحرب اللي موجودة في إسرائيل وفلسطين، هي الأمم الإيه؟ يبقى الأمم المتحدة جت سنة كام؟ 1949 أصدرت قرار بوقف إطلاق النار. تفتكر المسلمين احترموا كلام الأمم المتحدة؟ قال لك مهما يحصل، والهند قالت لك مهما يحصل، بلا بلا بتاع، الأمم المتحدة مشيت من هنا والحرب اشتغلت إيه؟ يبقى ما حدش احترم كلام مين؟ يبقى سنة 49 الأمم المتحدة قالت لك وقف إطلاق نار وكل الجيوش تنسحب من مواقعها. كانت ساعتها على فكرة اللي منتصرة مين؟ الهند كانت واخدة تلتين المساحة في كشمير وباكستان كانت واخدة التلت، يعني الانتصار كان في ايد مين؟ الهند كانت واخدة التلتين وباكستان التلت، ماشي. يعني دي اسمها الغالب والمغلوب، مين اللي كان غلب؟ الهند. ومين المغلوب؟ تمام، ده اللي غلب وده الايه؟ المغلوب. أصدرت الأمم المتحدة قالت لك وقف إطلاق الإيه؟ مشيت الأمم المتحدة من هنا، استمر القتال، استمر إيه؟ حلو، هي كده الأمم المتحدة دورها إيجابي صح؟ جت؟ لا، دورها إيجابي، مش هي لما سمعت إن في حرب جت وقالت لهم يا جماعة مفيش قتال، صح؟ احترموا كلامها وهي قاعدة، بمجرد ما هيئة الأمم المتحدة مشيت استمر الإيه؟ يعني ما احترموش كلامها، الغلطة غلطتنا، جميل، استمر القتال. هل الأمم المتحدة لما سمعت إن القتال استمر ما جاتش تاني؟ لا، جت تاني أهو. يبقى هنا أصدرت الأمم المتحدة قرار، القرار بيقول إيه بقى؟ واحد، جيش الهند يرجع بلده وجيش باكستان يرجع جميل، يبقى هنا انسحاب الجيشان، انسحاب الإيه؟ الجيشان. اتنين، أي بيت في كشمير هنلاقي عنده سلاح هنعتقله وهنعدمه، تجريد السلاح، ما نسمعش ان في واحد عنده في البيت بندقيه حتى، يبقى دي اسمها كده تجريد السلاح. تجريد الايه يا جماعه؟ من كشمير عشان البلد يبقى فيها استقرار. رقم 3، الامم المتحده قالت لك نعمل حاجه حلوه قوي، مش انتوا كلكم مسلمين وشويه صغيرين هندوس؟ يا عم احنا هنعمل انتخابات، قرعه، استفتاء، اللي عايز ينضم يقول انا عايز انضم للهند، واللي عايز ينضم الباكستان يقول انا عايز انضم باكستان. تفتكر اكتريه الراي مين اللي يكسب؟ لان الاغلبيه ايه؟ جميل، يبقى الامم المتحده قالت لك احنا نعمل ايه؟ استفتاء، اللي عايز كشمير مستقله يعمل علامه في الانتخابات عايزه مستقله، اللي عايزه تنضم للايه؟ يقول عايزه تنضم للايه؟ اللي عايزه تنضم لمين؟ يقول عايز تنضم لباكستان. يبقى كده الامم المتحده ذات دور ايه؟ عارف ليه ايجابي؟ لانها جت كم مره؟ كتر خيرها والله.
واستمرت الحرب، وسبب الحرب في الاساس هي مين؟ ولذلك انا لسه قايل لك ان انجلترا كدوله ايه؟ والدول الاستعماريه هي السبب في المشاكل الايه؟ والمشكله دي اسمها كشمير على اطراف البلاد، يبقى المشكله ايه؟ العمليه خلصت مع بعض. اي مشكله سياسيه تهديد جوه الدوله، اي مشكله سياسية تهديد جوه الدولة، واي تهديد جوه الدوله واي مشكله سياسيه بتحصل في الدول الضعيفه بتحصل في الدول ضعيفة، واي واحد سبب مشكله سياسيه هي الدول. والدول الاستعماريه في المنهج عندي كانوا كام دوله؟ دوله. وهل انجلترا عملت مشكله؟ عملت مشكله اسمها مشكله كشمير، احكي لي عن ارض كشمير. هي ارض تقع في قاره آسيا، في جنوب آسيا، محاطه باربع دول، هم الصين والهند باكستان. منطقة جميلة ومناظرها جميلة وخلابة وتمتاز باعتدال الايه؟ فكان الجنود الانجليز بيقضوا اجازتهم الصيفية في حتة في كشمير. ده كده وضع ارض مين؟ كشمير بتقع على الحدود، ولذلك بقول عليها مشكلة ايه؟ تقع على الحدود من دولة. تقع على الحدود من ايه؟ جميل. يبقى يتقال عليها مشكلة سياسية. مشكلة؟ جميل قوي. انجلترا سنة 47 قسمت ورسمت حدود تفصل بين وباكستان، لأن الهند ديانة وباكستان ديانة. طب وكشمير؟ ظلت كشمير مستقلة، لا انضمت للهند ولا انضمت، بس أغلبية كشمير إيه؟ والحاكم حاكم إيه؟ فالمسلمين ما قبلوش الوضع، راحوا جايين سنة كام؟ عملوا ثورة على الحاكم الهندوسي واستمر القتال لمدة ايه؟ المسلمين راحوا مستعين بالجيش بتاع مين؟ والهندوس جابوا جيش منين؟ يبقى تقابل الجيشان، جيش الهند وباكستان ارض كشمير. يبقى جيش الهند جه عشان ينصر حاكم الهندوسي، وباكستان ينصر مين؟ المسلمين. اللي كان غالب مين؟ والمغلوبة مين؟ بس سنة 49 جت هيئة اسمها هيئة الأمم المتحدة، وقفوا القتال يا جماعة، وقف القتال، بس مشيت من هنا استمر الإيه؟ عادت الأمم المتحدة للمرة وقالت لهم كام حاجة؟ 3. جيش الهند يرجع بلده وجيش باكستان يرجع بلده، سيبوا أهل كشمير هم أحرار، نعمل استفتاء، اللي عايز كشمير مستقل، اللي عايز ينضم ينضم، واللي عايز ينضم ينضم. يبقى معنى كده استفتاء. مين اللي اصدرت هذا القرار؟ وما نشوفش بيت واحد مسلم في كشمير ولا يندوس سلاح، يبقى تجريد الايه؟ يبقى كده حرصت الامم المتحده على نشر الاستقرار في حته في كشمير، يبقى دورها ايه؟ والسبب في هذه المشكله، وهذه المشكله تقع في حته في جنوب اسيا تعرف باسم مشكله ايه؟ فيها مشكله؟ نعم. ليه؟ انا داخل متاخر طب اللي داخل متاخر ليه؟ مثلا يعني بتدلع بعدين ده ايه؟ يبقى في فيديو بتسجل. في فيديو بتسجل. نعم. نعم. كله فيديو. هتاخديه كله. هسيب لك التاني لو عايزه تصوره. طيب. المشكلة الأولى اسمها مشكلة كشمير، وقلنا السبب فيها دولة استعمارية. طب المشكلة الثانية اسمها مشكلة سبتة ومليلة. ده مين سبتة ومليلة ديت؟ قمر خفية؟ ورين مصر ده ولا ايه؟ سبتة ومليلة دول مدينتين، مدينة اسمها سبتة ومدينة مليلة بتقع في المغرب في دولة ايه؟ والمسؤول عن هذه المشكلة دولة استعمارية اسمها دولة اسبانيا. تعال نشوف الحكاية. لو انا رسمت كده المنطقة الجنوبية من ساحل البحر المتوسط، ادي هكتب هنا البحر المتوسط، وهنزل كده بطرف قارة افريقيا وهكتب كده المحيط الاطلنطي. فاكيد انت خدت قبل كده في الاعداد ان هنا مضيق اسمه مضيق جبل عسل قوي، وان اللي بيشرف على المضيق من فوق دولة اسمها دولة عسل قوي، واللي بيشرف عليها من الجنوب اسمها دولة الايه؟ انت قربت قوي.
شوف اسبانيا اللي انا ذكرتها وسبتة ومليلة اللي تبع دولة الايه؟ وانا قلت لك البقاء للاقوى، والغني بيجي على الفقير، والقوي بيجي على ضعيف. اسبانيا قالت لك في مدينتين جمال قوي، موقعهم استراتيجي، عاملين زي قناة السويس، مهمين بالنسبة لنا. مدينة هنا اسمها سبتة ومدينة اسمها مليلة. سبتة وايه؟ مليلة. ده المنطقة دي لو اسبانيا خدتها اي تجارة واي سفن محملة بالبضاعة عشان تعدي من المحيط الايه؟ وتدخل البحر المتوسط والدول العربية هتدفع لنا جمارك وفلوس. يبقى المنطقة ديت زي منطقة قناة الايه؟ السويس. حلو قوي. يبقى منطقة مضيق جبل بيتقال عليها ذات موقع. طب ايه المنطقة اللي متحكمة في جبل طارق؟ مدينة اسمها مدينة ومليلة. سبتة ومليلة تبع دولة بتربط بين المحيط الايه؟ والبحر الايه؟ مين اللي طمعت فيه؟ اسبانيا. طمعت اسبانيا في احسن مدينتين في المغرب، مدينة سبتة مليلة. طب ما في مدن تانية في المغرب قال لك مش عايزاها. في مدينة اسمها الرباط مش عايزاها. طب في مدينة اسمها طنجة مش عايزاها. طب في مدينة اسمها الدار البيضاء مش عايزاها. نعمل ايه بالصحراء؟ انا عايز المواقع المهمة في الجغرافيا يبقى اسمها ايه؟ استراتيجية. ايه المهم بالنسبة لي؟ قلت لك انا بشرف على مضيق جبل انا عايز اتحكم في المضيق كله، مش عايزه المغرب تقاسمني فيه، عايزه اي سفينه تمر في مضيق جبل طارد. يبقى الحساب كله والجمرك بتاعها والتحكم في ايد مين؟ اذا سبتة ومليلة تشرف على مضيق جبل فهي ذات موقع. مين اللي طمعت فيهم؟ مع ان سبتة ومليلة تبع دولة الايه؟ سبتة بتقع على الجانب الآخر من المضيق، يعني المسافة هنا من الشط ده للشط ده 26 كيلو. من الشط ده للشط ده كام؟ 26 كيلو. وسبتة بتبعد عن مليلة 250 كيلو، يعني زي من القاهرة كده لبرج العرب أو أبعد شوية. نقول اسكندرية، بس اسكندرية 200 كيلو بس. يعني أنا بقول لك إن المسافة صغيرة ما بين سبتة وإيه؟ سبتة ومليلة على مضيق جبل. فهم ذات موقع. طمعت فيهم دولة. قالت لك خسارة في دولة. دي دولة ضعيفة، خسارة فيهم إنهم ياخدوا سبتة وإيه؟ سبتة بتقع على الجانب الآخر من المضيق، كم كيلو؟ 26. سبتة بتبعد عن مليلة كم كيلو؟ 250. لا ده اختارت سبتة ومليلة زي ما انا قلت تاني على شاطئ البحر، هم المتحكمين في السفن اللي هتخش منين؟ جبل طارق. هعمل ايه بالصحراء؟ ليها لازمه؟ قالت لك انا مختاره احسن مدينتين. احلى ايه؟ زي ما اجي اقول لك كده، تاخدي قناه السويس ولا تاخدي مرسى مطروح؟ اهو دي كنت قلت لان قناه السويس فيها فلوس وجمارك وفيها اقتصاد وفيها سفن زيها. نعم مطروحها مش هي حدوديه. يبقى انا بلعب على المواقع الايه؟ استراتيجيه، يعني مهمه في التجاره. استراتيجيه يعني بتدخل اقتصاد، بتدخل عمله. السفن اللي فيها بضاعه هتعدي من هنا تدفع فلوس لمين؟ اسبانيا. جميل. تعرف ان دي اقدم مشكله؟ اسبانيا خدت سبت احتلتها بالقوه. ماشي اهي. اسبانيا احتلت سبتة سنه 1415. ده القرن ال15، يعني عصور وسطى. انت زمن الفتوحات الاسلاميه، ده بعد الدوله الامويه. ماشي. اقدم احتلال ان اسبانيا خدت سبتة سنه 1415 وخدت كمان مليلة سنة 1495. يبقى كده خدت الكام مدينة؟ الاثنين. خدت سبتة سنة كام؟ ومليلة سنة كام؟ 1495. في حاجة؟ المغرب قالت لك يعني هعمل ايه؟ عوضنا على الله. يقوم بقى اللي يزود المبلة طين ان فرنسا تحتل المغرب كلها. يا صلاة النبي احسن، قول احسن. المغرب بقى كده فيها كام احتلال؟ 2. اللي على البحر اسبانيا. واللي في الداخل. يا صلاة النبي ايه؟ اهو فرنسا خدت المغرب بس خرجت من المغرب 1956. وبلاش على الخريطة اكتبها لك كده. يبقى أول احتلال المغرب كان اسبانيا خدت سبتة 1415 ومليلة سنة 1400. ثم دخل الاحتلال الفرنسي أرض المغرب ثم خرج منه 1956 وظلت اسبانيا موجودة في سبتة وايه؟ يعني فرنسا دخلت
وطلعت وفضلت اسبانيا فين؟ 86. ده مشكله؟ بعد كده ان 86 مهمه صح؟ اسبانيا قالت لك والله ما سيبها، لو اتشقلبت مش هسيبها. فرنسا دخلت، ده فرنسا كانت دوله قويه، ده اقوى من اسبانيا. فرنسا دخلت وطلعت، وبرضه اسبانيا ابدا الا ثابته وايه؟ لحد دلوقتي ثابته ومليله في ايد اسبانيا. تقول لك ابدا ما سيبهاش، ده احسن منطقه، ده عامله زي قناه الايه؟ ده انا الفلوس كلها اللي بتعدي من جبل طارق راحه على مين؟ حلو قوي، يبقى هي منطقه استراتيجيه. فرنسا مشيت سنه 56 من المغرب، وظلت اسبانيا في ثابته وايه؟ راح جاي المغرب قال لاسبانيا مش ان الاوان بقى طهور الداهيه، ده انت قعدنا هنا من سنه كام؟ ما تمشي بقى، ده فرنسا اللي هي اقوى دوله في العالم زي انجلترا مشيت سنه كام؟ 1956. الاوان غوري بقى، اصبر على الجار السيء واحنا صبرنا عليك كتير قوي. اسبانيا قالت لا يعني انت ما انتش، يعني الناس كلها عارفه ان 86 تبع ارضنا. قالت لها لا، وبالاقناع واحد انا محتلكي سنه كام؟ بص بقى كده، رفضت اسبانيا الخروج من ثابته وايه؟ بس باسلوب الاقناع. اسبانيا ذكيه، ما اصل مش كل حاجه حرب، انا ممكن اخدعك بكلمه. اسبانيا قالت لها مفيش مشكله، بالراحه بالراحه بالراحه. انت عايزاني امشي صح؟ امشي سنه 56 زي ما مشيت فرنسا 1906 وكام؟ وانا هنا في البلد من سنه، يعني بقالي كام قرن؟ كام قرن؟ 5 قرون. قربت على 500 سنه، وبعد 500 سنه جايه تقولي لي يلا امشي. تيجي ازاي؟ يا اخي ده الحد اللي بيقعد في الشقه بعد 100 سنه يقول لك الشقه تحولت من ايجار الى تمليك. فاكرين امتياز قناه السويس؟ كتبوا الخديوي سعيد 99 سنه. قالوا له ليه ما كتبتوش 100؟ قال لك اصل القانون الدولي بيقول لو كتبت اي شقه ايجار 100 سنه تحولت من ايجار الى تمليك. دول قعدوا كام سنه؟ 500 سنه. ينفع امشي؟ ده بقت ملك. يبقى هنا رفضت اسبانيا تاخد من ثابته وايه؟ بسبب التقادم بقالنا 500 سنه. المغرب قالت لها هنعمل ايه؟ ما احنا كنا غلابه وما عندناش جيش ولا نقدر نحاربك. خلاص ربنا على القوي. قالت لها هقنعك. 2 لو ما اقتنعتيش بالفكره الاولى، انت تعرفي ان اللي عايش في ثابته ومليله عائلات اسبانيه متجوزه ومخلفه وعندهم محلات وشركات. عارفين ان ثابته ومليله دي عايش فيها 60% اسبان؟ يا صلاة النبي، يعني الأغلبية اللي في ثابته ومليله منين؟ اسبانيا. عائلات أسبانية، والباقي منين؟ المغرب. تمام، يبقى كده اسمها ناحية ديموغرافية. يعني إيه ديموغرافية؟ يعني السكان اللي عايشين في ثابته وإيه؟ أكتريتهم أسبان، كام في المية؟ 60%. قالت لما انتوا خدتوها بالقوة واتجوزتوا وخلفتوا كتير فكترتوا السكان الأسبان في ثابته وإيه؟ قالت لها هقنعك خالص. مش أنت بتقولي أنا بحترم قرار الأمم الإيه؟ مش انت بتقولي ان القوانين والامم المتحده هي احسن هيئه تساعدك على الاستقلال؟ روح ارفع قضيه في الامم المتحده. لو الامم المتحده وقفت معاكي وقالت لك امشي من ثابته وايه؟ همشي. بس ما تنسيش حاجه يا ست مغرب، انت لما طالبت بالاستقلال من فرنسا قلتي انا بطالب باستقلال المغرب من، ما كتبتيش في الامم المتحده ان انا عايزه كمان مين ومين يستقلوا عن مين. انت نسيتي ترفعي القضيه. انت رفعت قضيه في الامم وكتبتي احنا عايزين نستقل عن فرنسا، فالامم المتحده وقفت معاكي ومشت فرنسا سنه. لكن انت نسيتي يا حكومه المغرب تكتبي ان ثابته ومليله عايزين نمشي منها مين؟ اسبانيا. انت اللي نسيتي. ده حاجه تخصني؟ يبقى هنا الثالثه، الحجه الثالثه ان المدينتين غير مسجلين في الامم. يعني ايه مسجلين؟ في قائمه في الامم المتحده مكتوب فيها الدول المحتله. دول ايه؟ المغرب نسيت تسجل كلمه ثابته ومليله سنه 1907 وكام؟ هتلاقي بعد ده كله امشي. يبقى كده رفضت اسبانيا الخروج من ايه؟ النيه اللي جوه لانها ذات موقعين. لما طلبت المغرب امشوا بقى من ثابته ومليله قالت لهم ايه؟ لا وبالاقناع. واحد، احنا اقدم احتلال قاعد بقالنا كام سنه؟ يبقى كده اسمه الايه؟
خشوا سبتة ومليلة. المشاريع والشركات والمصانع والعائلات كلهم اسبان، يبقى الاغلبيه منين؟ 60%. دي اسمها ديموغرافيه. ديموغرافيا يعني سكان. ديموغرافيا يعني ايه؟ يعني لما اجي اقول اكتريتنا بنات اسمها ديموغرافيه بنات. ديموغرافيه ايه؟ اكتريتنا بنات. طيب 3، انت السبب يا حكومه المغرب. واحد سرقت العربيه بتاعته، ما عملش محضر في الاسم، ده الحرامي كده يخصه؟ ولا الحرامي يسرق ويروح يرفع قضيه كمان يقول لك يا جماعه انا سرقت عشان يبقى يجي ياخد حقه؟ ما ينفعش. اسبانيا تلاقي انت اللي غلطانه. ما سجلتيش المدينتين في الامم سنه كام؟ عشان الامم المتحده تجيب لك حقك. انت اللي خايبه يا اختي. انا مالي؟ ماشي، فرحانه فيا يعني، صح؟ طيب راحت المغرب جايه سنه 1975. المغرب قالت لها آن الأوان هنصحصح بقى. المغرب راحت واخده بقضاء على الايه؟ يا مجلس الامن. عارف يعني ايه مجلس الامن؟ المجلس المسؤول عن استقلال الدول، عن وقف الحروب، اللي بيصدر كلمه لو قال اسبانيا تمشي من سبته وايه؟ هتمشي. دخلت المغرب على مجلس الامن من غير ما تخبط، مفيش احترام، خلاص بقى شافت نفسها. سنه كام؟ طلبت من مجلس الامن انا بطلب خروج واستقلال مدينه سبته طبعا مجلس الامن المفروض يقف معاها، صح؟ للاسف مجلس الامن قال عليه غير حيادي، مش فاهمينها. يتقال عليه عنصري، مش فاهمينها. ماشي بالواسطه والمحسوبيه، ميال لمين؟ قال لها انا اسف يا ست مغرب، روحوا حلوا المشكله ما بينكم، انا ماليش دخل فيها. مع انه هو في ايده القرار ان يمشي مين؟ من سبته يبقى انحاز مجلس الامن لمن؟ مجلس الامن تبع الامم الايه؟ زي كده احنا درسنا مشكلتين، كشمير وسبته، صح؟ ده مجلس الامن في كشمير كان دور ايه؟ قال لهم وقفوا الايه؟ وتجريد الايه؟ وعملوا استفتاء كده دور ايجابي. جت المغرب تحكي بقى المشكله بتاعتها للامم المتحده ومجلس، قال لها انا اسف ماليش دعوه. مالكش دعوه؟ ده انت رب البيت، ده انت الاب للعالم، ده انت الكبير بتاعنا. فمجلس الامن كان ذات دور. ليه؟ قال لهم ماليش دعوه، حلوا الخلاف اللي ما بينكم عن طريق الايه؟ حوار. اقعدوا مع بعض حلوه، انا ماليش دعوه. ماليش دعوه؟ انا واخويا في البيت بنتخانق مع بعض واحنا نشتكي لبابا، يقوم بابا قايل لك ايه؟ انا مالي يا عم ما يخصنيش، حلوها مع بعض. ينفع؟ اهو رب البيت هو مجلس. يبقى كده مجلس الامن في مشكله ثابته وايه؟ دور. يا ولدان رجعت المغرب قفاها مقمر. عيش. جينا سنه 1985 اسبانيا استعبطت قوي، قالت لهم بقول لكم يا جماعه ما تعملوا لنا كده احصاء سكاني، النسبه بقت كام؟ والله يا ريس النسبه كانت 60%. احنا بقينا 80% اسبان في سبته ومنيله، يعني سبته ومنيله كلها ايه؟ شويه صغيرين مغاربه، صح؟ عايزين نعمل حاجه. سبته ومنيله نفصلها عن مين؟ ونعين عليها حكومه جايه منين؟ وسبته ومنيله يترفع عليها علم اسبانيا ويتقال عليها مدينه اسبانيه. مدينه ايه؟ اسبانيه. صلاه النبي. يبقى انا كده هعامل المغاربه اللي عايشين جوه معامله مواطنين ولا اجانب؟ اجانب. جنسيه تتسحب منك. انت مغربي صح؟ ما عدتش يا ابني، ده انا مولود في سبته ومنيله، ما يخصناش، الاكثريه اسبان، ما عدتش مغاربه، هيتاخد منك الجنسيه، هعمل لك حاجه اسمها اقامه على الباسبور، كل 5 سنين نجدد لك الاقامه، وممكن ما نجددش. يبقى انا بعاملك معامله الايه؟ في حد باباه مسافر بره يبقى واخد اقامه، صح؟ اقامه 5 سنين 10 سنين، ممكن الكفيل يمشيه وممكن، صح؟ بس انت هل انت ابن البلد؟ انت اجنبي. فهم عاملوا المغاربه معامله الايه؟ الاجانب. بص بقى اللي حصل سنه كام؟ اسبانيا طلبت الحكم الذاتي. عارف الحكم الذاتي؟ يترفع علم اسبانيا على سبته ومنيله، تتفصل سبته ومنيله عن حكومه مين؟ الحكومه اللي تحكم سبته ومنيله هي حكومه. جميل، يبقى دي اسمها حكم ايه؟ نحكمها بنفسنا. جميل. ونعمل كمان اذن اقامه للمغاربه. اذن اقامه دي بلد، لا ما احنا هنسحب منك الجنسيه بعد اذنك. اللي يعيش معانا في سبته ومنيله لو انت مغربي
ما يتقالش عليك بقى ايه جنسيه مغربيه والاقامه بتاعتك دائمه في ثابته وايه؟ لا يا باشا، احنا كلنا اسباب. انت هتتعامل معامله سائح، معامله واحد اجنبي، يتعامل للمغاربه اذن اقامه كل كام سنه؟ مع ان مين السكان الاصليين؟ السكان الاصليين مين؟ بس اسبانيا قالت لهم لا، هنجدد لك الاقامه كل كام سنه. يبقى كده اتعاملوا معامله ايه؟ اجانب. هل المشكله اتحلت؟ لحد 2025 اللي احنا فيها المغرب ما اتخانقتش مع اسبانيا ولا اسبانيا اتخانقت مع، بيحرصوا على العلاقات الطيبه. عارف ليه؟ عائلات مغربيه متجوزه من عائلات اسبانيه، مصالح مغربيه، شباب مغاربه مهاجرين بيشتغلوا فيه، وشباب من اسبانيا فاتحين مشاريع مشغلين فيها مين؟ من الاخر زيتنا في دقيقنا. فالعلاقه مالها طيبه. تحرص المغرب انها ما تخسرش مين؟ اسبانيا، ولا اسبانيا تخسر مين؟ يبقى العلاقه ما بينهم علاقه ايه؟ لان في مصالح مشتركه. عائلات اسبانيه متجوزه من مغرب، عائلات اسبانيه متجوزه من وخلفوا صبيان وايه؟ وبنات. تمام؟ يبقى كده العلاقه ما بينهم علاقات ايه يا جماعه؟ نرجع تاني لموضوعنا، تاني مشكله اسمها مشكله. والسبب في اي مشكله دولة استعمارية زي دولة وثابتة ومليلة ذات موقع تشرف على مضيق جبل يتشابه مع قناة احسن مدينتين تقع على حدود دولة، على حدود دولة. لذلك انا قلت المشكلة السياسية اتقال عليها حدودية، اتقال عليها ايه؟ اي مشكلة سياسية يعني على حدود البلد. مين على حدود المغرب؟ مين على حدود الهند وباكستان؟ مين على حدود المغرب؟ ثابتة تشرف على مضيق جبل طارق وتبعد المسافة كام؟ 26 وتبعد ثابتة عن مليلة كام؟ تمام كده. يبقى ثابتة ومليلة أحسن مدينتين دخلتهم أسبانيا سنة 1900 ثم دخلت فرنسا خدت باقي المغرب ومشيت فرنسا سنة، وظلت اسبانيا موجوده في ثابته. طلبت المغرب من اسبانيا مش ان الاوان تمشي، قالت لها هقنعك كام؟ بقالي كتير قاعده هنا 500 سنه. يبقى اسمها اكتريه السكان اللي عايشين في ثابته ومليئه اسبان 60، وانت يا مغاربه انتوا اللي غلطتوا ما سجلتوش المدينتين في الامم عشان تطالبوهم بالاستقلال، صح؟ راحت طالعه المغرب على الامم سنه كام؟ يلا يا متحدة ساعديني زي ما ساعدت اهل كشمير. يعني انا جايه لك ومتعشمه زي ما وقفت مع كشمير اقفي ايه؟ معايا. لا للاسف عشم ابليس في الجنه. انا بطلب منك تحلوها ما بينكم عن طريق الايه؟ يبقى الموقف ايه؟ سنه 85 الاسبان عمال عددهم ماله؟ قلت لك لا، ثابته ومليلة تبقى مدن اسبانيه يترفع عليها العلم الاسباني، المغاربه ما لهمش دعوه بيها، يبقى اسمها حكم. طب وبالنسبه للي عايشين معانا من المغاربه في ثابته ومليلة اكتريتنا اسبان، صح؟ شويه المغاربه دول يتسحب منهم الجنسيه المغربيه وبتعمل لهم باسبور كانهم اجانب كل كام سنه؟ 5 سنين. هل المشكله اتحلت؟ لا. ظلت العلاقات بينهم علاقه ايه؟ طيبه، لان في مصالح مشتركه بين المغرب وايه؟ يعني مشكله؟ دي المشكله كام؟ ناقص الثالثه. ها؟ اللي عايز يصور يصورها. ماشي. كانت مشكله وخطوه دلوقتي. أحمد.
بص يا جميل معايا. ايوه نعم مين بينادي؟ طب بسرعه وقولوا صاحبك عايز ميه. خلاص يا مستر. نعم ايه اللي بيقول خلاص؟ لا يتاخد بعد الشهر. بص يا جميل معايا. المشكلة الثالثة كل ينتبه في اللي جايه ديت لان اللي جايه دي تقيلة شوية. كشمير قصة وبحكيها، ثابتة ومليلة قصة واحكيها. المشكلة اللي جاية ديت اللي هي مشكلة رقم 3 معايا بيتقال عليها مشكلة الرعاة. مشكلة ايه؟ الراعي ده اللي بيربي الغنم والمعيز وبيتقال عليه رحالة لأنه بينتقل من مكان لمكان، لا ليه أرض ولا ليه وطن. ساعات يتقال عليهم غجري، ساعات يتقال عليهم ملوش أصل، ساعات يتقال عليه رحال لأنه بينتقل من بلد إلى كل هدفه إنه بيبحث عن الحشائش اللي يأكل بيها الإيه؟ حيوانات. يبقى الرعاة أساسهم حرفة، بينتقلوا من مكان لآخر بحثا عن عشان يربوا الثورة، عشان يوفروا لنا الغذاء الحيواني أو البروتين الإيه؟ عشان بيربوا أغنام وإيه؟ وماعز وأبقار. قصة الرعاة ينتقل من مكان إلى آخر بحثا عن لتربية حيوانات. بص بقى يا جميل، زمان ما انا قلت لك السبب في اي مشكله الاستعمار صح؟ قص الفساد هي انجلترا. ما كانش في حدود ما بين الدول، كانت كل الاراضي مفتحه على بعضها، كنا بنتعامل مع بعض كاننا بلد واحدة. والراعي كان ينتقل من بلد الى بلد لا معاه باسبور ولا تاشيره ولا بطاقه، ليك الحريه تخش اي بلد. يلا يا شباب الصوت. الراعي كان ليه الحريه انه ينتقل منين؟ لتشاد، للنيجر، لايه؟ يخش مصر وليبيا براحته، لا حد بيقول له رايح فين ولا جاي، ولا بطاقه ولا باسبور ولا شهاده ميلاد. بيبحث عن المكان اللي فيه ايه؟ ويقعد الغنم ياكله ثم ينتقل الى بلد ايه؟ يوم ايه اللي يحصل يا سيدي؟ تحصل مشكله للرعاة. الرعاة اتضايقوا من كام حاجه حصلت؟ 4 حاجات. 1، انجلترا هي وفرنسا لما جم احتلوا افريقيا ودول الوطن الايه؟ رسموا حاجه اسمها حدود سياسيه. حدود ايه يا جماعه؟ سياسية. يعني فصلوا الدول عن بعضها. فصلوا الدول؟ ماشي. يبقى انجلترا قامت برسم ايه؟ حدود سياسيه. يبقى انجلترا كدوله ايه؟ انت السبب في زعل ومشكله وحاجه انجلترا قالت لك لا، هو احنا هنسيب البلاد سداح مداح كده ورعاة يخشوا ياكلوا ويشربوا ويمشوا؟ ابدا، انا هرسم حدود. وعلى كل حد ما بين دوله والتانيه في بوابه اللي هي بوابه العبور. بوابه الايه؟ هنقعد عليها ناس. لو في رعاة جايين من وعايزين يعدوا للحشائش بتاعت السافانا اللي موجوده فين؟ ادفع ضرايب وادفع جمارك. فالرعاة لما جم يعدوا ادفع ايه؟ ضرايب وادفع جمارك. احنا عمرنا ما شفنا حاجه زي دي. احنا طول عمرنا رايحين جايين صح؟ لا معلش، القرار قرار مين؟ لما بنرسم حدود سياسيه بتتعمل بوابه، اللي يعدي من بلد لبلد يدفع. صلاه النبي احسن. ايوه. طب بسرعه ماشي. يبقى انجلترا قامت برسم
منعت مرور الا بدفع ضرائب ورسوم. ضرائب وايه؟ ده بتقلبهم، ده بتثبتهم. بتثبتهم على البوابه بالفلوس، يبقى اسمها ناحيه ايه؟ صلاه النبي. ادي اول حاجه. فالرعاة دفعوا خلاص، يعني كام؟ عشان تعدي من بلد لبلد 1000 جنيه. اهو يا عم 1000 جنيه، مع اننا عمرنا ما شفنا كده. ماشي. يقوم الرعاة لما انتقلوا من السودان ودفعوا ال1000 جنيه وعدوا، والسبب مين؟ وعدوا الى دولة، دخلوا ارض تشاد. لسه جايه؟ يلا اقعدي في اي مكان. يلا والنبي يا شباب القصه دي خليك معايا فيها شويه بعد اذنك. يبقى الرعاة اقعد بقى جنب ده السفر. اقعد استوب. خوجة خوجة. ماشي يا شباب، والنبي افهم معايا القصه دي. ده الرجاله اللي في خطبه الجمعه، اللي بيفرش حصيره واللي بيجيب ميه واللي بيتوضى، اقم الصلاه. المهم، يبقى الرعاة كانوا بيعدوا من بلد الى بكل حريه واريحيه. تقوم انجلترا قالت لهم لا، هي مش الناس ديت بتربي معيز وخرفان وحيوانات وبيبيعوا لحمه؟ لينا نصيب. هتعملوا ايه؟ هنرسم حدود سياسيه ونعمل بوابه يعدي منها الرعاة منين؟ الى بوابه يعدوا منها من تشاد الى كل بوابه يعدوا منها يدفعوا ميه. يبقى يدفعوا ضرائب ورسوم. ضرائب وايه؟ كده بتقلبهم، صح؟ يبقى كده مشكله ايه؟ الرعاة دفعوا الغلابه وعدوا. الرعاة لما جم يعدوا من السودان لتشاد النيجر، انا ليه بركز على المنطقه دي؟ لان دي منطقه حشائش السفانه. حشائش ايه؟ احسن حشائش الحيوانات. يوم الرعاة لما يعدوا من السودان بعد ما دفعوا ال1000 جنيه وداخلين ارض ايه؟ بيدوروا على الحشائش. يا نهار اسود، هو حد كان حشائش؟ حد كانها؟ ما لقوهاش فعلا. يا نهار اسود منيل. ده من هنا لحد المحطه كانت كلها حشائش. احنا دفعنا ال1000 جنيه فاضيه. عارف دخلوا ايه؟ لقوا ايه مكانها؟ لقوا مكانها خضار وفاكهه. خضار وفاكهه وارز وقمح. الاكل ده مش اكل الحيوانات، صح؟ فضل الرعاة يسالوا مين اللي زرع الكلام دوت في الحشائش؟ طلع عليهم الفلاحين والسكان بتوع منطقه ايه؟ السودان. قالوا لهم هي الارض دي بتاعتكم؟ احنا من سكان تشاد وحبينا نزرع محاصيل عشان ناكل ونشرب. هي دي حاجه تخصكم؟ هو انتم من بلدنا اصلا؟ يبقى السكان شالوا الحشائش وزرعوا مع الكلى محاصيل ايه؟ عارف ايه اللي حصل؟ خناقه قامت بين الرعاة والفلاحين، والفلاحين رفعوا الشوم كسروا الرعاة وكرشوهم من بلادهم. يبقى هنا رقم 2، السكان قاموا بإزالة الحشائش وزرعوا مكانها محاصيل ايه؟ فحدثت خناقه بين الفلاحون وبين الرعاة وكرشوا الرعاة من ارضهم. يبقى دفعوا ال1000 جنيه على الايه؟ ولما دخلوا ما لقوش ايه؟ الفلاحين طلعوا لهم من البيوت. انت يا ابني ايه اللي جابك انت وهو بالبهايم بتاعتك والغنم ده؟ جايين ناكل. تاكل مين يا ابني؟ الارض دي خلاص بتاعتنا، فيها رز وقمح، ده محاصيل جزائيه بتاعت الفلاحين، احنا اللي زارعينها، دي ارضنا. هجم الفلاحون على الايه؟ قامت خناقه لرب السماء. كرشوا مين؟ طبعا الفلاح مش هيتكرش من الارض لان هو تملك الارض وبقت ملكه من الحكومه، صح؟ فشال الحشائش وزرع مكانها رز. فيها حاجه؟ حدثت خناقه بين مين ومين؟ طبعا كده الراعي خسر كام حاجه؟ دفع فلوس، دخل ما لقاش لان السكان شالوها وزرعوا مكانها محاصيل ايه؟ خد التالتة. جينا هنا بقى في السودان بالذات، حته دهيت منطقه شمال وجنوب وغرب السودان. لما يقول لك اشد منطقه اتخانق فيها الرعاة، تحفظ ال3 كلمات دول: شمال، جنوب، غرب السودان. قولها: شمال، جنوب، غرب
الخناقة دفعوا الضرائب بسبب رسم الحدود قص البلوى انها رسمت حدود ايه؟ الخناقة حصلت فين؟ احفظ دي. الرعاة قال لك ما بديهاش، تعال اما نمشي من السودان وتشاد والنيجر ونبعد نبعد ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وتسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشقاق. صح. قال لك هنا الرعاة فضلوا يدوروا ويفتشوا، اكيد في مكان ربنا هيكرمنا بيه بحشائش وبعيد عن الوش والقرف اللي هنا. راحوا فين؟ راحوا غرب افريقيا عند دولة كان في حشائش بس لا هيدفعوا رسوم ولا في سكان. احمدك يا رب. حلو. عارف ايه اللي حصل؟ الحلو ما بيتبانش. الفقر فقر. راح موريتانيا الصبح كان في حشائش، تاني يوم حدث ما يسمى باسم التغيرات المناخية أو الاحتباس. عارف ايه اللي حصل؟ ارتفعت درجة الحرارة، ما عادتش الأمطار بتنزل، فما عادتش الحشائش مالها تطلع، انتشر الجفاف، انتشرت المجاعة، الحيوانات كلها ماتت. هو الفقر فقر. يوم الرعاة يعملوا ايه؟ قال لك بص بقى احنا هنشوف لنا شغلانة تانية. دخلوا اشتغلوا داخل الدول فلاحين وعمال في الزراعة، وقال لك كده ما بدناش، ده كده خربت على الآخر، ده ربنا ذات نفسه منع سقوط الأمطار. عايز حاجة تانية؟ يبقى بدأت بمين؟ وانتهت بحدوث تغيرات مناخية منعت نمو، أدت إلى موت، فتركوا حرفة الرعي وعملوا بحرفة الإيه؟ الزراعة. لا الحشيش ما بيزرعش، هو الراعي معتمد ان مفيش بذور بيزرعها، هو يخش يلاقي حشيش اكل، هو معتمد على رباط ان المطر هينزل حشيش ايه؟ يطلع. ده بيزرع، لا المفروض يزرع بقى برسيم وكده، بس دي في الارض الزراعيه، احنا بنتكلم في منطقه راعي، راعي ده يعني صحراء، حاجه مفتوحه مش فاتحه حد، فاضيه معبوره. تمام؟ تاني مع بعض يا شباب، مشكله الايه؟ لما يتقالك على مشكله الرعاة تقول له غرب قارد، ما جاتش يبقى اسمها شمال غرب قارد. اول ما تشوفوا الرعاة غرب قارد او شمال غرب قارد، مشكلة الرعاة كانوا ينتقلوا من مكان الى اخر بيجدوا الحشائش ببلاش، صح؟ مين السبب؟ رسمت فصلت بين الدول ببوابات، اللي يعدي يدفع. دخلوا الضرايب والرسوم، دخل الرعاة لا شالوا الايه؟ زرعوا مكانها محاصيل، قامت خناقه بين الفلاحين والايه؟ الى حته قال لك ما بديهاش، تعالى نسيب السودان خالص ونطلع على غرب ايه؟ يبقى المشكله اللي في غرب افريقيا حدث فيها تغيرات. يبقى لو شفت كلمه تغيرات مناخيه قول له في غرب قارد حدث احتباس ايه؟ ما عادش في امطار مالها، ماتت الايه؟ اشتغلوا في حرفه الايه؟ يبقى لو قال لك تغيرات مناخيه قول له فين حته؟ المنطقه ده اهي ما عادش فيها بيسقط فيها ولا عاد فيها، وتحولوا الى حرفه الايه؟ ده حاجه معلش. طب دلوقتي غرب افريقيا ده ما عادش بينمو فيه حشائش، في بلد وبلد لا، يعني بلد فيها وبلد ايه؟ الحشائش دي بتنمو على فترات، صح؟ ده شويه وده شويه، ده ما ينموش ده ينمو، صح؟ فالدول اجتمعت مع بعض، قال لك ايه؟ طب ما تيجي نحط ايدينا في ايد بعض عشان نحافظ على الثروه الحيوانيه والبقر والجاموس عشان ياكل لحوم. بص يا سيدي، لو الرعاة في مالي ما لاقوش حشائش يجوا ياكلوا من عندنا حشائش فين؟ ولما الحشائش تخلص فين؟ الرعاة اللي عندنا يروحوا فين حته؟ معايا؟ سرحتي وعهد الله سرحتي، العمليه سرحت. معلش تاني يا جماعه، تاني. دلوقتي انا عندي حشائش واختي اللي جنبيها ما عندهاش، هنسيبهم؟ هو عملنا اتفاق مع بعض. مالي اتفقت مع لو انا ما عنديش حشائش هبعت لك الرعاة ياكلوا من عندك، ولما يخلص الحشائش ابعتي لي البقر والرعاة والاغنام اللي عندك ياكلوا ايه؟
يبقى ده اسمه تبادل صح؟ فعملوا اتفاقيه ليه بقى؟ عشان نحافظ على الثروه الايه؟ انا ممكن يكون عندي حشائش، انا مالي بيكي حشائش ديت للرعاة اللي عندنا بس، لا قال لك ما تيجي نعمل صفقه، اللي عندك عندي واللي عندي عندك ونحافظ على الثروه الايه؟ بص بقى يا جميل، شوف الاتفاقيات. اتفاقيه بين مالي وموريتانيا. مالي وموريتانيا اتفقوا مع بعض، الرعاة اللي عندنا يروحوا عندكم واللي عندكم يجوا عندنا، اي مكان فيه حشائش ياكلوا منه، يبقى اسمها مالي وايه؟ مالية. وموريتانيا عملت اتفاقيه كمان مع السنغال اهي تحتيها، الرعاة اللي في السنغال يجي ياكلوا حشائش فين حته؟ واللي في موريتانيا يجوا فين؟ حلو قوي، يبقى موريتانيا ومالي موريتانيا. بص بقى كده، ودولة بوركينا فاسو والنيجر الاثنين دول اتفقوا برضه ان اللي هنا في فاسو يجي النيجر، واللي من النيجر يجي ايه؟ فاسو. الله ينور عليك. يبقى هنا بوركينا ايه؟ ها؟ فاسو والنيجر عملوا اتفاقيه تبادل رعاة، تبادل ايه؟ وعندك هنا 16 دوله، 16 دوله اتفقوا مع بعض، غينيا بيساو، سيراليون، ساحل العاج، تمام؟ اسامي مالكش دعوه بيها، بس ال 16 دوله اللي هنا دول انا بقول عليهم في الجغرافيا اسمهم اكواس. اسمهم ايه؟ اكواس. اتفقوا مع بعض كل رعاة يخشوا ويطلعوا ببلاش، لا في ضرايب ولا في ايه؟ رسوم. حلو. الاتفاقيه دي عشان احافظ على ايه يا شباب؟ يبقى في اتفاقيه بين مين ومين؟ بوركينا فاسو والنيجر، 16 دولة في غرب أفريقيا اتفقوا مع بعض على تبادل الرعاة، اسمها دول إكواس. دول إيه؟ إكواس. آخر اتفاقية سعودية ويمن. سعودية وإيه؟ يبقى السعودية وإيه؟ يبقى في سؤال، ما هي المشكلة اللي اتحلت؟ كشمير ولا ستة ولا رعاة؟ رعاة اتحلت. عارف إيه اللي حصل؟ موريتانيا ومالي موريتانيا اتفقوا مع بعض، الرعاة يخشوا ويطلعوا عادي وياكلوا من عندنا واحنا ناكل عندهم. في حاجة؟ بوركينا فاسو والنيجر. بوركينا فاسو ايه؟ المجموعه اللي هنا دول في غرب افريقيا، سيراليون وبنين وساحل العاج ولوجو، مالكش الاسامي، انت ليك اسمهم ايه بقى؟ 16 دوله اكواس. 16 دوله ايه؟ اكواس. وهبعت لكم فيديو النهارده عن اساميهم، اسمها مجموعه دول الاكواس، اتفقوا مع بعض ان الرعاة يخشوا ويطلعوا عادي. في حاجه؟ ودوله مين ومين؟ فيها مشكله؟ فيها كام مشكله؟ قولهم. تمام. فاضل حته اللي عايز يصور يصور. اه حشيش من حشيش ده انت مش ساعات بتلاقي مفيش انواع الناس بتلعب وانزل خلاص ميه في هوا خلاص. دي حاجه اسمها طبيعي. انت دلوقتي عندك مثلا جنب بيتك كده هتلاقي نص طلع من كده حاجه اسمها كبر اه لو دي احنا بدأ بالسعودية واليمن اللي بيشدد شلل. اخر حاجه يا شباب، اخر حاجه يا شباب، هي بدأ السعودية واليمن ضروري تيجي. بص يا جميل معايا،
انت اخدت مع الدكتور كريم ان الخريطه السياسيه ثابته ولا بتتغير؟ والتغير بيحصل. بص بقى يا جميل، الصراعات اللي ما بين الدول والحروب، البقاء للاقوى. بقاء للايه؟ للاقوى. الغالب على ارض الملعب يفضل اسمه مكتوب على الخريطه، الضعيف المحتل يحذف اسمه من على الخريطه. زي كاس العالم، زي المنتخبات، زي كاس الانديه، الغالب على الايه؟ على الارض، والمغلوب بره الايه؟ اختفاء دول وظهور دول. الدول اللي بتظهر يعني الدوله الايه؟ تفضل ثابته على خريطه العالم وارض العالم. الدوله الضعيفه فلسطين مكتوبه على الخريطه؟ مكتوب مكانها اسرائيل للاسف. بعضهم صح؟ بس في قانون الخريطه السياسيه البقاء للاقوى، المنتصر يتكتب اسمه من على الايه؟ خريطه. بص بقى يا جميل، هي الخريطه اتغيرت. انا بقول القوي والضعيف صح؟ وانت خدت العالم فريدريك راتزل قال لك الخريطه بتتغير بسبب الصراعات بين الايه؟ خدتوه؟ راتزل وكلين. طب بص بقى اتعلموا معايا كده، اتعلم معايا كده. هو في رسمه خريطه بتتغير اصلا؟ لا. القارات ثابته. لكن مين اللي صنع الدول؟ الانسان صح؟ فكل دوله كانها فريق كوره، كانها ايه يا جماعه؟ كل يوم حرب شغاله. اللي ينتصر في الحرب اسمه يفضل موجود على الايه؟ واللي يحتل او ينهزم يتشال من على بس. فالخريطه اتغيرت كم مره؟ بسبب صراعات حصلت. اتغيرت مره في اول القرن العشرين، واتغيرت تاني في منتصف القرن العشرين، واتغيرت تاني في اواخر القرن العشرين. يا صلاة النبي احسن، غير كم مرة؟ ما بتتغيرش الا بسبب حرب. المنتصر يفضل على والمهزوم يتشال من على وانا بشيله، يبقى انا كده اسمي غيرت الايه؟ السياسيه. يبقى كده الخريطه بتتغير وقت السلام ولا وقت الحرب؟ بص بقى كده، طول ما في ايه؟ صراع، طول ما في ايه؟ لازم تتغير ايه؟ طب لو عاش العالم في سلام، كل دولة على وضعها في مكانها، مش هتتغير الخريطة الايه؟ يبقى اكيد حصلت حرب فيها. حصل. عارف ايه اللي حصل؟ حرب اسمها الحرب العالمية الايه؟ الحرب العالمية اول ما خلصت شلنا الدول المهزومة، يبقى اسمها اختفاء دول من على الخريطة، وحطينا الدول المنتصرة يبقى اسمها ظهور دول. ما عادش في امبراطوريات زي الامبراطوريه اليونانيه والرومانيه زمان، شالوها، يبقى كده اسمها تفكك امبراطوريات. تفكك ايه؟ عارف مين اللي ظهر في العالم؟ اكبر قوتين، امريكا وروسيا، اللي هو الاتحاد السوفيتي. الاتحاد الايه؟ حلو. يبقى المهزوم مين؟ وظهور قوة عظمى. قوة ايه؟ مين اكبر قوتين هيلعبوا ماتش مع بعض بعد كده؟ امريكا والاتحاد السوفيتي. امريكا وايه يا جماعة؟ الاتحاد السوفيتي. في اوائل القرن العشرين لما خلصت الحرب والعالمية الايه؟ هم علماء الجغرافيا قال لك شيل الدول المهزومة يبقى اسمها اختفاء، حط الدول المنتصرة، الامبراطوريات انهزمت يبقى تفكك. ظهرت اكبر قوتين في العالم عايز تمسك العالم، مين؟ في دولة غلبانة، دولة غلبانة. عارفة لما تكون شاري شقة بنجار شرير واللي تحتيك انيل منه وكلهم بيتخانقوا مع بعض، مين اللي في النص؟ ده بيشتم في ده والتاني من تحت لفوق، وانت ايه يا ولدان طالع نازل مهروس في النص، صح؟ دولة ألمانيا. ألمانيا اللي هي ما بين مين؟ ألمانيا بعد الحرب العالمية كام؟ للأسف ما عادتش ألمانيا، بقت ألمانيا 1 وألمانيا 2، زي نورماندي 1 ونورماندي 2. للأسف اللي كان بوسط. يا نهار اسود بالله ايه؟ عارف ايه اللي حصل؟ تعال اتفرج. ادي دولة ألمانيا. بص بقى ألمانيا عملت ايه؟ اهي ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية
انقسمت الى المانيا شرقيه والمانيا، عارف ليه؟ المانيا الشرقيه قالت لك احنا هنقف مع منتخب الاتحاد الايه؟ والمانيا الغربيه قالت لك هنقف مع امريكا. يبقى انقسم شعب المانيا كام جزء؟ يبقى معنى كده المانيا بقت دوله ولا دولتين؟ يبقى كده زادت عدد الدول ولا ايه؟ كده انقسام ولا انجماد؟ مع بعض واحفظوها تاني. اوائل ما بتتغيرش الخريطه الا بسبب حرب، الا بسبب في حرب قامت اسمها الحرب. اول ما خلصت راحوا جاي الجغرافيين قال لك شيل الدول المهزومه، حط الدول المنتصره، شيل الامبراطوريات، حط الدول القويه. امريكا والاتحاد السوفيتي دوله واحده اللي اتهرست في النص. المانيا اتقسمت لكام جزء؟ المانيا الشرقيه والمانيا في حاجه كده. احنا صفينا المنتخبات، صفصفت على كام فريق؟ كاس العالم هيبدا. كاس العالم هيبدا في منتصف القرن العشرين، يعني سنه 1900، يعني سنوات اسمها سنوات الخمسينات. كاس العالم النهائي هيتلعب. النهائي ده هيبقى مين اللي هيسيطر على العالم؟ مين الكبير؟ هيبقى بين مين ومين؟ الاتحاد السوفيتي وامريكا. الاتحاد السوفيتي وايه؟ امريكا. ده كاس العالم هيتلعب. انا كده صفيت المنتخبات، كل واحد روح بيته، واللي اتفكك واللي اختفى. صفيت. عايزين نطلع بقى من ال 200 دوله. احنا عندنا في العالم كام دوله؟ اكتر من 200 دوله. صفيت من ال 200 دوله كام؟ الباقي يقعد يتفرج في المدرجات بقى. يبقى احنا كلنا كدول كده قاعدين نتفرج على الماتش في المدرجات. ماتش هيقوم ما بين مين ومين؟ سنه كام؟ عارف الماتش ده اسمه ايه؟ ما اسموش كاس العالم، اسمه حرب بارده. حرب ايه؟ طبعا واحد يقول لي حرب بارده عشان الجو ساقع هناك. عشان الجو ساقع وفي جليد يبقى كده بارده، صح؟ لا، الحرب البارده يعني مش حرب بالسلاح، حرب بالاقتصاد. اللي معاه فلوس وسلاح هو اللي هيكسب. يعني امريكا 12 مليار، الاتحاد السوفيتي 20 مليار، ديت 25، ديت 100. البقاء للي معاه ايه؟ فلوس واقتصاد. فانا لما حاربك بالاقتصاد هقول لك على حاجه زي اتنين تجار جنب بعض، والاثنين ما شاء الله لا مش مزاج، لا في جنبهم محل ومعرض وحته ارض، اتنافسوا مع بعض كده لغايه لما واحد فيهم كسب واشترى المحل واشترى الارض، صح؟ دي اسمها البارده، يعني بحارب بالفلوس. بحارب بالايه؟ حرب بالاقتصاد. فقامت حرب مين فينا يسيطر على العالم؟ بين مين ومين؟ اسمها الحرب الايه؟ الاتحاد السوفيتي اسمه الكتله الشرقيه الشيوعيه، كتله. وامريكا اسمها الكتله الغربيه الراس ايه؟ المانيا الشرقيه تبع مين؟ والمانيا الغربيه تبع مين؟ امريكا. عارفه ايه الشرقيه؟ شرق الارض، والغربيه يعني ايه بقى؟ الشيوعيه وراس ماليه. افكار. كلمه افكار في اللغه العربيه يعني ايديولوجي. اسمها ايه يا جماعه؟ حد عايز يعرف يعني ايه الشيوعيه؟ اعرفها لك يا ستي. هي مش عليك يا حفظ. معلش تفهمها برضه. يعني ايه الشيوعيه وراس ماليه؟ اقول لك انا بقى. بص يا جميل، الشيوعي يعني كلكم شغالين معايا، ليكم اكلكم وشربكم، لكن محدش هيمتلك شقه ولا يمتلك ارض ولا عربيه، تاكل وتشرب وبس مقابل تشتغل. ده كده شيوعي. ده كده ايه؟ لكن انا بفلوس اجيب عربيه وبفلوس اجيب شقه وافتح وابيع واشتري، صح؟ ليك الحريه وده اللي شغال دلوقتي. يبقى ده كده اسمه راس مالي. راس ايه؟ يبقى احنا ماشيين بأي نظام. انا راس مالي اهو. اشتريت ديت من السوبر ماركت ب 6 جنيه 7 جنيه 10 جنيه، بيبيع زي ما هو عايز، يعلي السعر يخفض السعر، هو حر، صح؟ يبقى دي اسمها راس ماليه. راس ايه؟ اما بقى الشيوعيه يعني ايه؟ اكل واشرب فقط، لا يبقى عندي عربيه ولا املاك ولا شقه. الدوله تاكلني وتشربني وتعالجني مقابل ان انا اشتغل. مقابل ايه؟ يعني الفلوس كلها بتروح للدوله بس، انت ما تمسكش حاجه في جيبك ولا يبقى معاك فيزا ولا الكلام ده. ده اسمه نظام الايه؟ وده اللي وقع، اللي مشي في العالم نظام امريكا اللي هو الراس ايه؟ قامت حرب. الحرب اسمها الحرب نهائي كاس العالم بين مين ومين؟ الجماهير بقى اللي بيتفرجوا اللي قاعدين في المدرجات اسمهم عدم الانحياز. عدم بتفرج على الخناقه، لا ليا دعوه بده ولا بده، بتفرج لا ماشي مع ده ولا مع ده، فاسمنا عدم الانحياز. عدم
عدم انحياز يعني لا دخلوا تبع مين ولا تبع. يبقى المدرجات اهيت. مين اللي قاعد في المدرجات؟ دول اسمها دول عدم الانحياز. مين اللي بيلعب تحت؟ الشيوعيه والرأس ايه؟ ماليه. في حرب اسمها الحرب الايه؟ الباردة. تمام؟ يا ترى مين اللي هيكسب ويمسك العالم؟ الحرب شغاله صح؟ في اواخر القرن العشرين النتيجه طلعت. مين اللي كسب؟ قابل بقى. الفوز لامريكا، الفوز للرأسمالية. عادت ألمانيا دولة واحدة بعد ما كانت كام دولة؟ تفككت الشيوعية، تفكك الاتحاد السوفيتي، ما عادش فيه اتحاد اسمه اتحاد يوغوسلافيا، يوغوسلافيا ده شيوعي برضه، ما عادش فيه حلف عسكري اسمه حلف وارسو، وده الحلف العسكري اللي كان بيدافع عن مين؟ الاتحاد السوفيتي. وعايز يقول لك مين اللي كسب حتى الآن؟ امريكا كسبت ورأسمالية كسبت ورجعت المانيا دوله. ما عادش في حاجه اسمها اتحاد، ما عادش في حاجه اسمها يوغوسلافيا، ما عادش فيها جيش الشيوعيه. الجيش بتاعهم كان اسمه وارسو. اسمه ايه يا جماعه؟ وارسو. اسمه ايه؟ ده وقع خلاص. اللي ماسك العالم دلوقتي مين؟ امريكا. فازت امتى؟ القرن العشرين. احنا كام دوله في العالم؟ 200 دوله. 193 عندهم كراسي جوه الامم المتحده. الرئيس السيسي لما بيحضر في الامم المتحده بيبقى قاعد على كرسي ولا واقف؟ الرئيس لما تلاقيه قاعد وقدامه علم في الامم المتحده يبقى كده اسمه عنده عضويه كامله. كارنيه عضويه. والله العظيم عمال نحكي هنفضل دول الكاتبين والمواصلات والأرض. خريطة العالم 200. خريطة العالم 193 قاعدين على كراسي في الأمم، يعني لهم حق يتكلموا ويعرضوا مشاكلهم. في حاجة بص بقى دي 193 اهي قدام. بص بقى ديت. أما فلسطين والفاتيكان، فلسطين نص عضوية. والنبي خديني جنبي، والنبي هقف شوية، والنبي هقف شوية. يعني ايه؟ اخش النادي بتذكرة مع زميلي بيدخلني بكارنيه عضوية كاملة؟ لا ده نص عضوية. يعني كلمته ما بتمشيش قوي في الأمم المتحدة،